ويا هلا والله. رمضان كريم عليكم وإن شاء الله تبقى أيام كلها خير وبركة على الجميع. أنا سبتكم الأسبوع بتاع أول رمضان وهنكمل بقى في سلسلة تعليم المونتاج، والنهاردة هنتعلم مع بعض ازاي لو معانا فيديو ريل او شورتز نحوله من المقاس الفيرتيكال للمقاس الهوريزونتال، او نحوله من مقاس الطول لمقاس العرض بطريقه سهله وسريعه باستخدام بريمير وفوتوشوب بس. وده هينفع للناس اللي بتصور مثلا فيديو ريل وحبت ان الفيديو ده ينزل يوتيوب ويبقى فيديو يوتيوب عادي. بس قبل ما نبدا كالعاده ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك وشير وتنزل تكتب لي كومنت، وهتلاقي لينك الانستجرام في البايو، تقدر تروح هناك تكتب لي اي استفسار او اي سؤال انت حابب تساله لي. وما تنساش تعمل فولو، ويلا بينا نبدأ. طيب انا دلوقتي معايا الفيديو ده المفروض ان فيديو اعلان، فالمفروض ان هو زي ما هينزل ريل مثلا على انستجرام، فهم برضو محتاجين ان هو يبقى فيديو ينزل على فيسبوك عادي. فانا كل اللي هعمله هروح هنا عند الكاميرا واخد وان شوت او وان فريم، ولو ما لقيتهاش تقدر تعمل لها اضافة من هنا، هتلاقيها موجودة. كل اللي انت هتعمله ان انت هتسحبها هنا وهتنزل معاك. فهنرجع بعد كده نفتح الفوتوشوب ونبدأ إن إحنا نعمل بروجكت يبقى مقاسه 1080 في 1920 مقاس اليوتيوب أو مقاس العرض. بعد كده هنروح ناخد الصورة بتاعتنا اللي إحنا هنكون أخدناها فريم ونفتح فوتوشوب. هنبدأ نظبط المقاس بتاعها بحيث إن الصورة تبقى بمقاس الريل بتاعنا. وهنرجع نعمل جنريت بحيث إن هو ال AI بتاع الفوتوشوب يكمل لنا الصورة ويخليها عرض. طيب هو عمل معانا النتيجة دي، احنا برضو ممكن نشوف نتيجة احسن. دي ممكن تبقى كويسة وجميلة، فنعمل لها سيف. نرجع بعد كده البريمير، نحول السيكونس بتاعتنا نخليها مقاس اليوتيوب 1920 في 1080. هندوس له اوكي، نرجع نظبط المقاس بتاعنا. هنرجع بعد كده نروح نجيب الصورة، وهتبقى معانا بالشكل ده. الفرق هنا في درجات اللون بسبب ان انا اصلا ملون الفيديو، فانت عشان تتجنب المشكلة دي انت حاول ما تلونش الفيديو بتاعك غير في الاخر خالص. يعني ما حتى لو انت مثلا لونت والعميل ما قالكش على حتة ان هو مثلا عايز الفيديو يبقى عرض، فانت ممكن ان انت عادي تعمل سيف للسورس، يعني تشيل الالوان من البروجكت بتاعك وتعمل سيف للسورس وترجع تلون كله مرة واحدة. فاهم قصدي؟ عشان كده حاول ما تلونش غير في الاخر خالص عشان ما تلاقيش درجات اللون مختلفة. ان هنا درجات اللون مختلفة بسبب ان انا ملون اصلا الريل، فطبعا هتبقى درجة اللون مختلفة. ده كان كل حاجة لشرح النهاردة، ويا رب اكون قدرت افيدك واوصل لك المعلومة. ولو استفدت ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك وشير وتنزل تقول لي رأيك تحت في الكومنت. وما تنساش تروح هناك على الانستجرام تعمل لي فولو، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.